جديد وهذا الحوار المستمر مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. وكنا قد تحدثنا في سياق الحديث عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل الآخر لرئاسة الجمهورية، وانتهز هذه الفرصة لأتمنى له الشفاء العاجل. وكان يفترض أن يلتقي اليوم بعدد من الشخصيات، لكن تم تأجيل الاجتماع بسبب ظروفه الصحية، ونتمنى أن يكتب الله له السلامة والشفاء. أستاذ حازم، كنت بسأل حضرتك قبل يعني عدم موافقتك على رئيس يكون معاه نائبين قد يعطي بعض انطباع بأنك تريد رئيسا بصلاحيات مطلقة، وهذا ما عانينا منه وقامت الثورة لمنعه، ورفضك أيضا لرئيس يضم نواب يعكسوا القماشة السياسية المصرية الموجودة، يساريين وليبراليين وقوميين وليس فقط إسلاميين، قد أيضا يخيف بقية التيارات الوطنية المصرية، وقد يخيف أيضا إخوتنا الأقباط. لا، دي طبعا قضيتين. احنا عايزين أولا ان احنا هي دي الثقافة بالظبط اللي انا عايز اشيلها من مكونات الرأي عندنا كمصريين، اللي هي ثقافة ان احنا نفصل للناس. احنا نخبة سياسية ومفكرين ومثقفين نقعد كده ونفصل للشعب، نفصل له تفصيلة على مقاسنا احنا او على رؤيتنا. لا، احنا نقترح للناس، نؤثر في الناس. العملية الانتخابية والمعركة الانتخابية انك تخاطب الناس وتقنعهم. حضرتك تقنعهم بما تريد وانا اقنعهم بما اريد، وكل فصيل يقنعه بما يريد. وتبقى العملية مش توافقية، تنافسية. هي دي الديمقراطيات المستقرة، هي دي الديمقراطيات الراسخة. هو ده العمل اللي بيطلع افضل ما في الشعب. انما الجانب لو تبنينا الشيء الثاني، يعني انا عايز اقول لحضرتك الثورات العربية لغاية النهاردة 4 اللي شالت زين العابدين والقذافي وحسني مبارك وعلي عبد الله صالح. لما تسمع عن فكرة الاتفاق التوافقي في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا أيضا، معنى كده ان الفكرة التوافقية مش فكرة مصرية، دي هي الفكرة التي يوحي بها إلينا السلطة العالمية أو الاتجاهات العالمية. يعني فكرة الرئيس التوافقي في نظرك هي خطة أمريكية لاحتواء الثورات العربية؟ لا شك، لابتلاع نتائج الثورات علشان تحتويه. وإلا قول لي ليه تبقى في اليمن وفي تونس وفي مصر وتنبت دلوقتي في ليبيا بدأت النبتة والصوت يبتدي يعلو؟ علشان إيه؟ هل أنا أفضل غافل لدرجة أني أتصور أن دي فكرة مصرية أنبتتها الأرض المصرية والتربة المصرية، ولا أفهم بقى أن في أجهزة إمبراطورية عالمية عولمة بتؤدي؟ وهل سلطة المرحلة الانتقالية الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم التي أضيفت إليها وهي البرلمان متفقة مع هذه الخطة الأمريكية ولا خاضعة لضغوط؟ يعني ما قصدي برضه بالظبط. فالاتفاق مش خاضعة لضغوط وقابلة بها، يعني بالضبط. يعني ليس أنت ترى أنها خاضعة لها وقابلة بها؟ ليست ترى ذلك؟ نعم، أنا هقول لحضرتك ليست قابلة بها بمعنى أنها عميلة وسيئة واتفقت أن أمريكا هي تتحكم، لا، ولكن في ضغوط، في إكراه، في ضغط، في يا جماعة عايزين نسلم السلطة يا إخواننا. ما هو بس أنت حملتك بتنادي بالكرامة الوطنية، يعني ده شعارها مش كده؟ شعار الحملة دعوة إلى الكرامة. ده أنا أنا مش موافق على كده. أنا يعني معترض. أنا الآن أعرض وجهة النظر التي أنا لا أوافق عليها. بس أنا بقول يعني هؤلاء ليسوا من الصلابة بما يكفي لكي يحافظوا على كرامة مصر الوطنية؟ هو وجهات نظرهم كده، وجهات نظرهم إنه ده اللي يحافظ على الكرامة الوطنية. أنت قلت حاجة مهمة جدا يا أستاذ حازم برضو في الموضوع ده، قلت إنه الاتفاق على مرشح توافقي هو الهدف، هو الاتفاق على مرشح توافقي ترضاه السلطة. يعني انت بترى انه، وقلت حاجة تانية مهمة، قلت ان المجلس العسكري يمارس ضغوطا لوضع رئيس مصر بالإكراه ويتم طبخه مع البرلمان. هل ما زلت عند هذا الرأي؟ هو طبعا انا ما قلتش التعبيرات دي، لا انا ناقلها بالظبط من ما هو طبعا حضرتك، لكن انا يعني هي مش تعبيراتي دي خالص، دي تعبيرات. انما انا اقول لحضرتك، انا ممكن اقول لحضرتك الحديث يا فندم خلاص انا هقول لك، انا هقول لك اللي عندي على طول، ما يهمكش يعني. شوف حضرتك، البيئة الحقيقية السياسية يحدث فيها زي ما انا قلت من شوية تنافسية. التنافسية دي
تطلع رئيس جمهوري مرة ورئيس ديمقراطي مرة زي أمريكا طبعا مفيش مانع. تطلع رئيس اشتراكي ورئيس يميني مرة زي فرنسا مفيش مانع. خلي بالك سيادتك أنا مع التنافس، بس أنا لازم أطرح الأسئلة التي تثار. يعني أنا مع التنافس طبعا، لأن إحنا كده في الحقيقة وليس مع الاتفاق على الشعب. يعني إحنا كده بنلغي نتيجة الثورات العربية خالص. بنقول ان الشباب اللي نظفهم ده في رايك بخطه امريكيه؟ ان طبعا الله، امال دول راحوا ناموا قالوا يا عيني ده حسني مبارك سقط، لا تعال نروح بقى ده احنا خسرنا مصر؟ لا طبعا. راحوا يبحثون عن طريق اخر وبيشتغلوا فيه ويصرفوا فيه ويأثروا فيه وكل شيء. وبالتالي احنا مش ما ينفعش ان احنا النتيجة العظيمة للشعب المصري ان لما عمل ثورة انه حس انه صاحب البلد نروح شايلينها ونقول له هنتفق لك احنا فوق في الاوض وننزل لك حاجة معلبة جاهزة تسمع كلامه. ما ينفعش، دي عيبة كبيرة، ده طيب عار. لا لحظة لا يمحوه الوقت، لأنه ده مسألة غير عادية. إنما إمتى التوافقية يبقى شيء صالح وكويس؟ تمام. أما تبقى بين فصائل حرة سياسية، تيارات سياسية حرة، يقعد الوفد مع الإخوان مع السلفيين مع مش عارف مين مع مين ويتفقوا فينجح، يتفقوا على واحد ويبقى مرشح جميع الفصائل. يا سلام. طب ما ده اللي بيتكلموا عنه. إنما ولا أنت قصدك إن الكلام اللي بيتم بين الفصائل دلوقتي ده بإيحاء؟ لا مش إيحاء بس. لما يبقى الفصائل دي ويدخل معاها طرف أيضا في نفس الدايرة، السلطة في الداخل والتأثيرات العالمية من الخارج، دي ما بقتش اسمها الرئيس توافقي. لا ما تسميش اسم كده، لأن ده مش اسم حقيقي. ده كده اسم، ده أنت بتسوق لي اسم عشان تسوق فكرة غير كريمة، غير شريفة، غير نزيهة. أنت عارف إن شرطها الأول إنها ترضي السلطة العسكرية وإلا لا تسلم السلطة. وعارف إن شرطها الثاني إنها ترضي الخارج، واتقال كده صراحة. قال عايزين رئيس يرضي الداخل ويرضي الخارج. في الدنيا يعني أنا بس عشان أكون فهمت يقول عايز أرضي خصومي. أنا دايما أراعي الجمهور اللي بيتابعنا واللي محتاج دايما لتركيز الافكار. سيادتك بتتكلم على ان الكلام عن رئيس توافقي هو شرط للسلطه العسكريه لكي تسلم السلطه في الموعد المتفق عليه، وهو ايضا شرط تفرضه السلطه العالميه اللي هي المتحكم في العالم وهو الولايات المتحده الامريكيه لاحتواء او لتدمير الثورات العربيه. نعم، وتزين الفكره. اولا كلامك صحيح، هو ده مقصدي، لكن كمان تزين الفكره في اليمن، في تونس، في مصر، بحيث ان تظهر كما لو كانت منطقية. يا سلام المصريين اتفقوا على كذا. لا ده غير جيد. الصحيح انه انزل انا واليساري والليبرالي والعلماني والفلولي وفي هدف يتنافس المتنافسون والشعب يختار. تمام. مش الفصائل السياسية. صحيح. الاجتماع اللي حضرتك بتشير اليه ده ده اجتماع فصائل لا تختار للشعب. نعم. وبعدين شوف يا استاذ حسين، لا هو من حق كل حد ان يجتهد في مستقبل مصر، يجتهد ليكون مرشحا، حتى لا ندين ولا مرشحا ليا. انما استخدم نفس الفكره في ايه بقى؟ في اختيار لجنه الدستور، ونفس الفكره في التوصل الى دستور، ونفس الفكره ايه ده تحول كل حاجه الى شيء مايع صفقات. ولذلك انا لما قلت انت حاسس ان في صفقات بتتم في كل حاجه من دول، كل حاجه لابتلاع قرار الناس، قرار الشعب. انا عايز ابتلعه. ولذلك نقطه في منتهى الاهميه، انا لما قلت لحضرتك انه ساعات حد يقول كلام يبان يا سلام الراجل ده لطيف جدا، الناس دي حلوه قوي. ليه؟ لانه بيرضي اليمين والشمال. دي مش ده ما بيتخذش مواقف. ده بيقول يعني انا هضرب لحضرتك مثل البياع المتجول في الشارع. واحد بياع متجول والبلديه بتجري وراه. لما اجي انا اقول لك ايه؟ البائع المتجول من حقه ان يكسب لانه فقير وليس عنده وسيله كسب، ولكن نظام الشارع والبلديه لازم الشوارع تبقى منظمه. طب في الاخر فين موقفك بقى؟ انت قلت الكلام اللي هو فين؟ إذا يعني لم نتبنى اتخاذ المواقف وحسمها. عشان كده حتى عشان ده يمكن يفسر برضه انك انت احيانا تاخد اراء صادمه غير صادمه لبعض الناس حتى بس عشان تبقى واضح. هي في حقيقه الامر، والا ما كانش هذا الصدى الشعبي المبكر القائم حاليا يبقى موجود. هو في بعض المواقف اللي يمكن برضه محتاجين نناقشها مع حضرتك في الموضوع ده. يعني هي في حقيقه ليست صادمه، هي في الحقيقه محدده. لانك انت قلت كلام مهم جدا صحيح، مساله الخضوع للضغط. هل لو لغينا المعونه الامريكيه بالذات العسكريه لان هي الحاجه الاهم، ممكن نبقى ما اسميته انتم خضوع للضغوط الامريكيه في مساله اختيار رئيس توافقي يصفي الثورات العربيه برايك؟ هل يبقى افضل؟ دي كمان خديعه ثانيه وخديعه كبيره جدا. مين اللي سمى الفلوس دي معونه؟ امريكا. رحنا احنا بلعين الاسم. هي مش معونه، ده بيقعدوا في الكونجرس يناقشوها
ومندوب الإدارة يقعد يقنع نواب الكونجرس على المصالح اللي أمريكا هتاخدها كبضاعة حقيقية نتيجة هي معروفة كمان، احنا ذكرنا كمان. لكن أنا عايز أقول الله، لما أنت بتاخد مصالح يبقى مش معونة، يبقى أنت بتاخد تمن حقيقي، بضاعة حقيقية لهذا التمن. نعم. فكون إن هو يسوق لي أنا عشان أنا بقى جاهل وما بفهمش وثقافتي منخفضة كلمة معونة وأقول معونة معونة معونة، لا مش معونة. طب ما ده سبب أدعى ده. ويوم نطلب بإيقاف، يوم نرفض إحنا المعونة هم اللي هيسعوا إلى استكمالها. كويس أوي الكلام ده. لا بس لحظة، ده سبب بس أدعى. بس إذا كانت أنت بتقدم زي ما أنت قلت مصالح حقيقية وبضاعة حقيقية وما هياش معونة، طب ما دمت بتقدم هذه المصالح، طب ما تستغنى عن المعونة دي والمصالح هنا ما تقدمهاش، أو التنازلات دي ما تقدمهاش. هي دي مائدة المفاوضات بقى، هو ده الكلام. ولذلك أنا بقول يوم يلي الحكم رئيس وحكومة يعرف ما هي مقدرات بلده، يوم في اللحظة اللي يقعد فيها على مائدة المفاوضات قبل ما هو ينطق ولا الطرف الثاني ينطق، الطرف الثاني فاهم هو بيتكلم يعني عن انت مش عايز استقلال مصر عن امريكا بدون معونات؟ انت بس حضرتك لحظة واحدة طيب معلش انا بسأل حضرتك. صبر جميل. انا يعني المعونات العسكرية لمصر اللي هي القسم الأعظم من المعونات، نعم، دي احنا واخدينها تحت شعار ايه؟ تحت شعار ان امريكا تضمن التفوق العسكري الاسرائيلي على جميع دول المنطقة مجتمعة بما فيها تركيا وإيران. يعني مصر على الأردن، على سوريا، على العراق، على تركيا، كل الدول الأصيلة في المنطقة، كل دول ما العربية والإسلامية. نعم. طب امال المليار معونات وشوية ده انت بتديني بيه ايه بقى؟ بتديني حاجة بحيث افضل اضعف. بتقول لي هقول لك حاجة، خد شوية المطاوي دي هتنفعك برضو مطوة، يمكن حاجة زي كده. اما ان تعطيني سلاح كفء، واما انه هذا السلاح انت بتديني سلاح مهما كان تشترط ان هو يحافظ على ضعفي. عشان كده يا سيدي الفاضل، يوم يتولى الحكم رئيس وطني هو والشعب كتلة واحدة، لا يرضي اليمين والشمال، لا يرضي الداخل والخارج، مش عين في الجنة وعين في النار، وإنما انحيازه محسوم وولاؤه محسوم. قبل ما يتكلم هيبقى علاقته ممتازة بالغرب. ليه؟ لأنه يوم ما هيقعد على ترابيزة ومائدة المفاوضات معروف كويس جدا، هو عارف ايه اللي بلده محتاجاه مش ايه اللي امريكا محتاجاه، والا نبقى بنستنسخ حسني مبارك. بس يمكن الناس كانت متوقعه ان حضرتك مع الكلام اللي قلته عن الاستقلال وعن رفضك للخضوع للضغوط، انك كنت لما هتبقى رئيس تبقى اول حاجه ليك انك انت تطالب بالتخلي عن المعونه والحفاظ على الاستقلال الوطني. بلا شك ان الاستقلال الوطني، انا عشان كده بقول لحضرتك ان الاستقلال انت لسه هتخش في تفاوض. تفاوض على ايه؟ انا حر، انا ممكن اخد قراري. يعني كبلد مكونه من رئيسها وبرلمانها ياخد قراره زي ما هو عايز، بس بناء على دراسات مؤسسيه عنده. بناء على دراسات مؤسسيه. ايه مليار وشويه ده؟ انت عارف حضرتك بند المصروفات السريه لرئاسه الجمهوريه، والمصروفات السريه للجيش، والمصروفات السريه للخارجيه، والمصروفات السريه للجهات دي، ومصروفات الهدايا في المؤسسات الصحفيه. عارف البند ده لو خدت منه مليار ما يحسش، ما يشعرش. ودي بنود ثبت بقضايا امن الدوله المتعاقبه ان الفلوس دي بتدفع كرشاوى لصحفيين وسياسيين واعلاميين وغيره علشان الحكم يستقر. فاحنا مش محتاجين هذه المبالغ في الحقيقه ولا نجمع، احنا عندنا بنود قائمه فعلا. وبالتالي القرار الوطني، لكن ساعتها مين اللي هيجري؟ الامريكا نفسها هي اللي هتيجي تقول طيب احنا لينا مصالح. نقول لهم طيب تعالوا بقى نتكلم بناء على الموازين الحقيقيه، مش الموازين اللي انت بتسوقها لي بتسميها لي، لا الميزان الحقيقي مصر عايزه ايه. وده نفس الكلام هتطبقه على كامب ديفيد، لانه ولذلك ده مش مساله الاستقلال الوطني بقى، ده موضوع السياسه. السياسه اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انه موازين التفاوض الدوليه، مش ده علم ان انا اعرف اتفاوض دوليا ازاي، اعرف اتفاوض مع البلاد الخارجيه ازاي، اشوف الموازين اللي عندي والموازين اللي عنده. وهتطبق فكره المفاوضه والسياسه برضو على موقفك من معاهده السلام مع العدو الاسرائيلي مثلا. معاهده السلام دي عندنا شيء رهيب، ومش عارف ازاي الناس، والله الواحد عشان كده انا بقول لحضرتك ان ترشحي ده لما قررته انا حسيت بيه حاله ضروره، حاله اضطرار. معاهده السلام دي انت عارف حضرتك قطعا تعرف اكثر مني كمان، لان حضرتك غارق في هذا المجال.
ان في معاهده السلام، لكن في اتفاقيات كامب ديفيد كمان. اتفاقيات كامب ديفيد حتى اللحظه دي لم تنشر كامله ابدا، ولا حد عارف ايه. وانا بقول اهو خلي وزير الخارجيه يجيب لنا نسخه كامله من اتفاقيات كامب ديفيد، ما حدش عارف ايه التزامات البلد. عشان كده احنا في حاله ان نلحق، لان النصوص المعروفه ونشرت بينشر منها ان في ملاحق سريه تقصد منها يعني؟ لا، ما لم تنشر ابدا مكتمله بحيث انك تقول هي دي. والا انا رحت وزاره الخارجيه مرارا وانا بقول اهو لو سمحتوا انا عايز نسخه من فضلكم، عايزين نسخه، اي مصري يبقى معاه نسخه، برلمان يطلب نسخه. هذا الكلام خطير. عشان كده المساله لابد ان ينظر الى ايه بقى؟ ان انا ايه موازين قوتي كمصر وايه موازين قوه الاخر. لا انتوا كنتوا في المعارضه كتيار اسلامي، طبعا كان معاكم التيار القومي واليساري، دايما يقول ان هم يريدون اسقاط معاهده الذل، معاهده السلام واتفاقيتي كامب ديفيد. لا شك. انت دلوقتي بتقول لي هتفاوض. لا يا فندم، في نقطه لازم نضعها في الحسبان. ولا انتوا بتبقوا في المعارضه حاجه والحكم حاجه ثانيه؟ بالظبط، برافو، هو كده زي ما انت حضرتك قلت. ان الاتجاه السياسي والمبدأ السياسي والرأي السياسي والمبادئ القوية الوطنية اللي انت متبنيها في اللحظة التي تصبح فيها مسؤولا بيبقى في كيفية تطبيقها طبقا لان بقى التزام قانوني ازاي تطبقه. فمش معنى ان انا عايز اطلع، انا تلميذ في ابتدائي عايز اطلع دكتور، مش معناها ان انا هدخل كليه الطب الان، وانما انا هاخد ابتدائي واعدادي وثانوي عشان ادخل كليه الطب ثم اصير طبيبا. الرئيس الذي سيالي الان الفرق الجوهري انه هو يحدد طريقه، هو ماشي كده ولا ماشي كده، ماشي ناحيه الاستقلال الوطني، ناحيه الكرامه الوطنيه، ناحيه قوه بلده من الداخل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ناحيه انه يستغل عناصر القوه. هيمشي كده؟ هيمشي كده. طب هيمشي ازاي بقى؟ الكيفيه دي مساله ثانيه. ممكن حد يقول ان انت عشان تحقق الاستقلال الوطني وتخلص مصر من معاهدات اخرجتها من قيادتها لامتها العربيه والاسلاميه، هتقعد بقى في حكايه ابتدائي واعدادي ثانوي ان تقعد فيها اجيال بحالها ما تشوفش الاستقلال الوطني ده. عشان كده بنقول ان البرامج مهمه، انك تقول لي ما هو برنامجك. وكمان برنامجك الزمني ممكن تقعدني 100 سنه بحجه. انا بتكلم عن البرنامج الزمني، انا بتكلم عن كده بالظبط، هو ده اللي انا اقصده. انك يعني لازم تقول لي هتخلص موضوع كامب ديفيد ده في كام لازم سنة؟ تقول لي ايه؟ لا ده في حاجات لازم من اول لحظه. زي يعني على سبيل المثال هتلغي ايه مثلا؟ على سبيل المثال لما تيجي معاهده تلغي اتفاقيه الغاز مثلا. اما ما هو انا قلت مرارا ان في اللي بيننا وبين اسرائيل 3 مستويات من الاتفاقات. مستوى من غير ثمن خالص، ده يتلغي تاني يوم الصبح، زي اتفاقيه المعابر دي، بناخد منها ايه؟ عملناها ليه؟ مضيناها يعني ليه؟ حازم صلاح ابو اسماعيل يلغي اتفاقيه المعابر فورا ويرفع الحصار عن غزه فورا. هنروح لفاصل ونرجع بس بعد ده المستويين التانيين ما اتكلمناش هنتكلم عنهم. هنتكلم عن الاتفاق السياسي بتاع كامب ديفيد، انا قريت تصريحاتك وعارفها، والجزء الثالث اللي هو بتاع اتفاق تصدير الغاز واللي انت عايز فيه شروط سياسيه واقتصاديه، انا عارف ومتابع. لكن هنطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضرتك تاني.